سبيد ماستر هي أول ساعة تم ارتداؤها على سطح القمر، فما هي الشركة المصنعة لها؟ ده كان سؤال الحلقة اللي فاتت، والإجابة هي شركة أوميجا. أهلا بكم في الحلقة الثانية من برنامجكم العباقرة مشاكسون، مع أجمل 10 أسئلة للتحدي بالإضافة لسؤال الحلقة المميز، واللي هيجاوب على سؤال الحلقة في التعليقات ويبعت كمان رسالة على رقم الواتساب اللي ظاهر قدامكم على الشاشة هيدخل سحب في نهاية الموسم الأول على جوائز قيمة. انتظروا الحلقة كل يوم 3 الساعة 6 مساء، وخليك مشاكس وقد التحدي. السؤال الأول: تمثال فرعوني من البازلت الأسود، وهو لملكة فرعونية شهيرة، فمن هي الملكة؟ حتشبسوت، كليوباترا، أست، نفرتيتي. السؤال الثاني: أديب عالمي صاحب رواية البؤساء، فمن هو؟ ويليام شكسبير، أجاثا كريستي، فيكتور هوغو، لورانس داريال. السؤال الثالث: ممثل مصري اكتشفه العبقري يوسف شاهين واشترك في بطولة Kingdom of Heaven، فمن هو؟ أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، خالد النبوي. السؤال الرابع: ما هو المنتخب العربي الوحيد الحاصل على كأس العالم لكرة القدم للناشئين في عام 1989؟ السعودية، مصر، الكويت، قطر. السؤال الخامس: ما اسم السجن الذي هدمه الثوار في الثورة الفرنسية؟ جزر الشيطان، الباستيل، قصر إيف، إيزالكو. السؤال السادس: وادي مصري أصبح محمية طبيعية وهي تابعة لمحافظة الفيوم، ما اسم الوادي؟ وادي الريان، وادي العلاقي، وادي الحيتان، وادي الوشواش. السؤال السابع: أحد ملوك مصر القديمة هو أول من دفن في وادي الملوك بالأقصر، فمن هو؟ سيتي الأول، أمنحتب الثاني، سقننرع، تحتمس الأول. السؤال الثامن: ما هو فيلم نجيب الريحاني الذي اشترك في بطولته أنور وجدي وليلى مراد؟ بنت الأكابر، غزل البنات، حبيب الروح، قلبي دليلي. السؤال التاسع: عالم كيميائي مصري أمريكي شهير حصل على جائزة نوبل للكيمياء في عام 1999، أحمد زويل، فاروق الباز، شريف الصفتي، أحمد زكي عاكف.
السؤال العاشر، حل المسألة الآتية: 80 ناقص 5 في 15 ناقص 3 يساوي 0 7 2 11. ودلوقتي يجي ميعادنا مع سؤال الحلقة: ما اسم شخصية المحامي التي جسدها الفنان بدر نوفل بمسرحية شاهد ما شافش حاجة؟ هتحل السؤال ده وتكتب الإجابة في التعليقات، وكمان تبعت رسالة على الواتساب، وزي ما قلت لك هتدخل سحب على جوائز قيمة جدا. ما تنساش لو عجبتك الحلقة اعمل لايك وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. أنا معكم بشوي أفلامين، العباقرة مشاكسون.